سيداتي آنساتي سادتي، أهلا بكم. أعود ثانية إلى قضية الأجبان والفورمالين. كنت قد ذكرت لكم مسبقا من أني تطرقت إلى هذا الموضوع في مؤتمر البيئة الذي عقد في 2008 في النجف ل5 محافظات، وذكرت موضوع أن الأجبان المصرية يضاف لها الفورمالين. وفي وقتها ثار علي أحد الحاضرين من أنني سوف أربك المواطنين وأؤثر على الأسواق، وأن معلوماتي غير دقيقة، دون أن يسألني عن مصدر المعلومات. وكنت في حينها بين 1989 و 1996 أدرس في جامعة غار يونس في بنغازي في ليبيا، وشككت بموضوع الأجبان المصرية. لذلك قمت بتحليل تلك الأجبان أنا وزميل ليبي، فوجدنا أن تلك الأجبان جميعها تحتوي على الفورمالين. وأنا قلت بأن الفورمالين تقتل الجراثيم فتمنع تعفن الأجبان والألبان، ولكن الفورمالين يؤثر بالإضافة إلى العجز الكلوي، فإنه يكون بقعا سوداء على الكبد سرعان ما تتطور إلى خلايا سرطانية. ثم ذكرت الأمر مرة ثانية في لقاءات بالراديو في حلقات، وأيضا أشرت له في الحلقات ال5 التي ذكرتها بالفيسبوك. وأعود إلى الأمر ثانية لأن هناك استجد أمر يستحق أن أشير إليه. في يوم الجمعة الماضية الموافق 20 شهر الثاني 2015 كنت أشاهد برنامج على إحدى القنوات المصرية، وهي القاهرة والناس، في الساعة 7 مساء بتوقيت السويد. والمذيعة التي تقدم برنامجا مشهورا اسمه الحكاية فيها إن، وظهر مع المذيعة أستاذ جامعي كيميائي وطبيب وصحفية. وقد ذكرت الصحفية من أنها قامت بالعمل في الكثير من معامل الأجبان والألبان في مصر، وأخذت عينات من تلك الأجبان والألبان والحليب إلى مختبرات حكومية، وجميع تلك المختبرات أكدت من أن الأجبان والحليب ومشتقاته تحتوي على نسبة عالية من الفورمالين. لذلك أهيب وأناشد الدكتورة وزيرة الصحة، لأني قد يئست من وزارة البيئة من أن تبعث مجاميع بحثية لأخذ نماذج من الأجبان، ليس فقط المصرية، الأجبان المصرية والتركية والإيرانية والإماراتية، وهناك أجبان لبنانية وأجبان مغربية. جميع تلك الأجبان يجب أن تؤخذ نماذج منها وتحلل لمعرفة احتوائها على الفورمالين أم لا. أنا متأكد من أن الأجبان المصرية تحتوي على الفورمالين، ولكن قد أن الأجبان الأخرى تحتوي على الفورمالين أيضا. والكشف عن الفورمالين بسيط جدا. لذلك أرجو أن يسمع صوتي من قبل المواطنين، أو إذا أحد من جهاز وزارة الصحة أن يوصل صوتي ويذكر على لساني من أني أدعو الدكتورة وزيرة الصحة إلى تبني الأمر، لأنه هام جدا. وأرجو أن لا يؤخذ الأمر بحسابات سياسية، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن. وإذا تأكدنا من وجود الفورمالين في الأجبان، فإن إعدام هذه الأجبان وإتلافها قد يكلف لنفرض $1,000,000 أو 2,000,000. هذه المبالغ لا تعني شيئا اتجاه إصابة المواطنين بالسرطان. وشكرا.